السلام عليكم يا شباب، ان شاء الله طيبين. الاسم انس احمد من السودان. جيت مصر هنا بهدف تعلم كورس صيانة الموبايلات، تحديدا مجال الايفون. كنت بشتغل في السودان لفترة طويلة ومعروف بين الناس، فكانت خبرتي بالنسبة لي انا شايفها كويسة. بس صراحة لما بديت اتابع الباشمهندس على اليوتيوب فلقيت كتير حاجات فايتاني وراحة علي. صراحة اول ما بديت الكورس كنت قايل الموضوع عادي وزي اي كورس ثاني. مجرد ما بديت وبديت اتعلم حبه حبه ودرجه درجه، لقيت انه انا حاجات كثيره رايحه لي وما اعرف حاجات كثير. بقيت اقدر اقيس ممانعات، بقيت اقدر اتعامل مع الملتيميتر، يتعامل مع المخططات، وما بطريقه عاديه، بطريقه احترافيه. ويعني صراحه انا حاسس اني فرق كبير مما كنت زمان. فيعني مقارنه بالكنت انا زمان وهسي، يعني فرق شاسع جدا يعني. وبالنسبه للبوردات، بوردات الايفون قدرت انه يتعامل مع البورده وافصلها بطريقه احترافيه زيه وزي الناس اللي في اليوتيوب. بس غلطت كم مره، بس الباشمهندس ما شاء الله كان متابع معاي في كل مره انا بغلط هو بصححني. وده اللي انا كنت عايزه مع نفسي. لو كان قعدت 100 سنه ما كنت حتعلم براي، ولولا الاكاديميه ولولا الفضل بتاع الباشمهندس ما كنت حاصل للدرجه دي. ويتمنى من كل واحد يعني حابب يطور نفسه في المجال ما يبدا يتعلم براه، لانه انت حتغلط. لازم يكون قدامك زول موجه او جايدنس يعلمك كيف تتعامل مع الحاجه دي. ويا حبذا لو كان زول محترف ومتمرس في المجال. السلام عليكم يا شباب. يوتيوبر يا عم. ده يوتيوبر يا عم.